النهارده معانا بقى ايه؟ وش الفخده البتلو. وش الفخده البتلو له طريقه معينه في التوضيب عشان توضبه كباب. طبعا احنا بننضف الشغط. البتلو بيبقى فيه شغط وفيه النفس بتاع الهواء بتاع النفخ بتاعه اللي هو زي ده، لازم تشيله عشان بيبقى عامل زي البلاستيك وبيجلد في الشوي. يعني حته الشغط دي لو سبتها بتجلد على حته اللحم. وش الفخده بيكون بالشكل ده. لو جبته من عند اي جزار بيشف لحمه بيكون له غطا. الغطا بتاع الوش، الغطا ده بيبقى بالشكل ده. بتعزله من على وش الفخده بتلاقي فيه عروق بتقابلك، او النفس بتاع النفخ بتشيله كده بالشكل ده. النفس ده على قد ما بتقدر بتشيله واحده واحده بالسكين. طبعا المطاعم بيبقى لها توضيب خاص، فلازم اديك طريقه توضب بيها بحيث ان انت تقدر تستخدم كل جزء في اللحمه ما تهدرش معاك. لان احنا طبعا اي حاجه بتطلع من عندنا بتخش في الفرن لنا لها استخدام تاني عندنا. فانت بتقطع الوش بالشكل ده، القشره بتاع الوش او الغطا بتاع الوش بالشكل ده. تمام. بايه بطل. بتخش بقى على العمود بتاع الوش، تفصله كده عن وش الفخده. طبعا الانسجه بتاعته بتبقى بالطول بالشكل ده، وفي كذا فيديو قلنا اهو بالشكل ده الانسجه بتبقى بالطول، بتاخد عكس الانسجه. فتحت الوش بالشكل كده وبتاخده خرز، بنقول عليها خرز كباب بالشكل ده. ده تعمله في السيخ هيبقى 10 على 10 معاك في الشوي بالشكل ده اهو. تقطع كده، تيجي عند وش الفخده تشيل برضو النفس ده لانه طبعا زي ما قلنا بيجلد في الشوي. وبتاخد طبعا الانسجه بتبقى بالطول في وش الفخده اهو. هتلاقيها واضحه اكيد طبعا في الفيديو اهي. الانسجه بالطول اهي. بناخدها قطع طويله وبننيمها كده وبناخدها عكس الانسجه برضه بالشكل ده. تمام اهو. ما تفكرش ان هي كده تخينه. اللحمه او العجل اللباني مهما كانت قطعه اللحمه بتنزل على الفحم بتاخد 5 دقايق بالظبط، 10 دقايق اقصى شيء وبتستوي. تمام. ده الكلام ده بعد ما بتسيبها انت يوم في التتبيله بالشكل ده. تقطيع الكباب البتلو قطعت كده، حاول ان انت تعملها ايه؟ قطع متساويه بالشكل ده. هنعمل لكم قطعيات الشوي قطعه قطعه، ونشرح لكم اجزاء الشوي في الذبيحه بتكون عامله ازاي. طبعا اهي ديت خرزه الكباب او قطعه الكباب البتلو تبقى بالشكل ده. واحد الله وصلى على النبي واعمل لايك للفيديو واستنى الفيديوهات الجديده.